النهاردة هنعرض التفاصيل والمعلومات الكاملة المرعبة حرفيا بخصوص الطفلة جهاد. جهاد اللي كل ذنبها في الدنيا إنها كانت ضحية لخلافات ما بين أسرتها وما بين أسرة الجيران، الخلافات اللي خلت جيران ضحية وماتت موتة بشعة ومرعبة جدا بعد ما 4 من إحدى العائلات اللي هي اللي في ما بينها وما بين أسرة جهاد خصومة إن هما يكتفوها في المحل بتاع الفراخ بتاع والدها وهي قاعدة لوحديها. ومش بس كده، لأ، دول ولعوا فيها وفي المحل كمان. النهاردة هنعرض التفاصيل الكاملة وإزاي إن هو كانوا مانعينها من الخروج، وكل ما كانت تخرج من المحل كانوا بيدخلوها تاني بشهادة كل الشهود. جهاد جهاد طفلة في الإعدادية، كانت بعد ما بتخلص مدرستها كانت بتروح محل والدها علشان تريحه شوية من الشغل وبتكمل مكان والدها. كانت بنت مكافحة مجتهدة جدا، فطبعا في خلافات ما بينها وما بين أسرتها. نرجع فلاش باك بعد كده نرجع لجهاد. الفلاش باك كان خلافات ما بين أسرة جهاد وما بين أسرة جيران ليهم، والخلافات دي كانت بسبب لعب الأطفال، وبناء على كده الجيران أو أسرة الجيران واحد منهم اتصاب بعاهة مستديمة في عينيه، وناس منهم أخدوا سجن 10 سنين وناس تانية أخدوا سجن 3 سنين، وكمان إن من أسرة جهاد حد توفى. فطبعا من أسرة الجيران اللي هم أخدوا السجن فكانوا متغاظين جدا وقرروا إن هم ينتقموا من أسرة جهاد، لأن هم على حسب كلامهم بيقولوا إن إحنا مدينا إيد الصلح كذا مرة بس تم رفضها. فقرروا يعملوا ايه؟ ان هم ينتقموا من اسرة جهاد ومن والدها، وقرروا ان هم يروحوا المحل ويولعوا في المحل. نرجع تاني لوقتنا الحالي ونقول ان جهاد كانت في اليوم ده بعد ما خلصت دراستها وقعدت المحل ووالدها راح يقضي بعض مصالحه وشغله بره المحل، وهم راحوا ال4 شباب، ويقال ان هم كانوا 5، واحد 27 سنة وأخوه 16 سنة، وده للأسف إنه 16 سنة، و3 تانيين. وبيقولوا إن هما راحوا ما لقوش والدها في المكان بس لقوا البنت. إن هما يمشوا وطبعا يتراجعوا؟ لا، إزاي؟ إحنا جايين في مهمة شيطانية ولازم هننفذها. ما هم مجرمين وهم في تفكيرهم الشيطان خلاص مسيطر على عقلهم. لا، ده هما الشيطان ذات نفسه. وإن هما قرروا إن يكملوا المهمة سواء بقى كان أبوها موجود هي موجود، الموجود يسد وخلاص. فقرروا إن هما ينفذوا فعاليتهم، هم مش هيروحوا ويجوا كده على الفاضي. راقبوا المحل وقرروا ان هم يخشوا، فلما لقوا البنت كتفوها وشلوا حركتها. 2 منهم شلوا حركتها تماما، ما عرفتش تتحرك وعاملين نفسهم رجاله عليها، والباقي كبوا بنزين على في المحل وولعوه فيه. فيقال ان هم كبوا عليها هي البنزين، ويقال ان هم ولعوا في المحل. على حسب كلامهم بيقولوا احنا ما كناش عايزين نحرقها، احنا كنا جايين بنحرق المحل. فبس اقوال الشهود بينت حقائق مرعبة، بينت ان هما بعد ما ولعوا في المحل كانوا حابسينها جوه المحل. وكل البنت ما كانت يا حبيبة قلبي كل ما تيجي تحاول تطلع من المحل كانوا واقفين قدام باب المحل ومهربوش، كانوا مستقوين وقلبهم يعني الشيطان خلاص ملاه، وان هم مستقوين وعارفين انه مش همهم حاجه. كانوا واقفين قدام المحل ما هربوش، ما استخبوش، ولا عملوا فعلتهم وجروا وهربوا. لا، هم عايزين يكملوا فعلتهم على النهايه، واقفين قدام باب المحل. وكل البنت ما كانت تيجي تحاول تطلع كانوا بيدخلوها تاني لغايه البنت بتصاب بحروق خطيره جدا. بيقول والدها ان هم الناس اتصلوا عليه وقالوا الحق المحل وفي بنتك. ناس جم وكبوا البنزين فيه. قال على الفور انا عرفت هم عيلة الجيران، لان الخلافات كانت ما بين اسرة جلال الدين وبين اسرة فضل، فعرف ان هو من عيلة الجيران وقرر انه يروح بسرعة. كانت البنت كانت حالتها والحروق بتاعتها خطيرة جدا، نقلوها على المستشفى. كانت الحادثة حصلت في قرية كحك في مركز الشواشنة في الفيوم. نقلوها المستشفى في الفيوم، كانت حروقها خطيرة جدا، حاولوا يسعفوها معرفوش. قرروا ان هم يعملوا لها تحويل لمستشفى الحروق في القاهرة. للأسف جسمها ما استحملش وتوفت قبل ما يتم اي اجراء. الله يرحمها، ضحية للخلافات
اللي هي مش هتنتهي، العقل الشيطان اللي بقى سيطر عليه جاري البحث والقبض على الشباب لحد وقتنا الحالي. هو لم يتم القبض عليهم تماما. الموضوع منرفزني جدا جدا. ازاي الناس يبقى في تفكيرها كده؟ طبعا في الجهات الأمنية دلوقتي عملوا يعني رجال الأمن قرروا إن هم يشكلوا فريق إن هم يحاولوا يصلحوا ما بين الأسرتين منعا للمزيد من الجرائم وإراقة الدماء من تاني. كفاية اللي حصل، وكفاية اللي حصل دلوقتي تاني، ويا عالم إيه اللي هيحصل. فطبعا الجهات المعنية والأمنية شاكرين إن هم بيعملوا كل محاولاتهم علشان يصلحوا ما بين الأسرتين منعا لحدوث جرائم بشعة مرة تانية. وحق جهاد عند ربنا، وإن شاء الله هيجي حقها وهيتم القبض إن شاء الله، وأنا واثقة هيتم القبض قريب جدا على الشباب دول. أو المجرمين البلطجية اللي شافوا نفسهم على طفلة صغيرة واستقوا عليها وعملوا فعلتهم البشعة دي ومنعوها ان هي تنجو بحياتها، وقرروا ينتقموا منها، من ابوها ومن اسرتها فيها. لنا الله. هنتابع الحكم اول باول. الله يرحمها جهاد، اقروا لها الفاتحة، وان شاء الله هيتم تنفيذ الحكم الاعدام. واتمنى بقى ما تقولوش ان فيهم ناس اقل من 18 سنة وطفل، من فضلكم من فضلكم، لان الحكاية دي مسخت، ودول ما بقوش اطفال، دول مجرمين وبلطجية لازم يتحاسبوا يتعاقبوا. اتمنى ذلك. نشوفهم ان شاء الله كده كلهم كده متعلقين على حبل عشماوي كده مترصصين جنب بعض، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ان هو يعمل مثل هذه الجريمة البشعة. الله يرحمها.